السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد ان شاء الله. اليوم نشارك معكم هذا الفيديو، نتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وبصحة جيدة وكل ما كتمناو يا ربي. ونتمنى منكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفة اللي هي عبارة عن زيادة الوزن وزينة في البرودة. وصفة هادو كانوا يديروها الناس زمان، زينة في الصحة وزينة في البرد ومجربة 100%. ونتمنى من الله تعجبكم، تتبعوا معايا المراحل باش تستقلكم هذه الوصفة هذه اللي غادي نشارك معكم اليوم. وهي راهي وصفة طبيعية ومجربة وغير مكلفة. مفعولها زين وما كتضر في الصحه وزينه تبارك الله. كتبداو منها الناس الاولين الصحه وكتبداو منها علاج، كتعالجهم من البرد اللي كيعاني من البرد. هذه وصفه كانوا يديروها الناس الاولين، وانا اليوم ما درت لكم هذه الوصفه حتى جربتها مع الناس وصدقت معاهم. داكشي علاش بغيت نشاركها معكم. الوصفه هذه هي عباره عن ترياله كتجيبيها عند العطار. هي هذه على هذا الشكل، هي هذه بحالش كتكون هي شكلها باين كلها كيعرف ترياله. وكنشارككم نديرو معاه العسل الحر والسمن هو السمن ديال الماكله. ما تسمعوا نتوما السمن تقولوا واش هذا باش كيطيبوا، هذا السمن ديال المعز، هذا هو ديال المعز. هو زين ومجرب في الصحه وزين كيستعملوه الناس الاولين والناس ديال دريك. وترياله كتجيبي منها 10 دراهم، الثمن اللي القيمه اللي بغيتيه على حساب اللي غادي تستعمليها. هي كتكون في هذا الشكل هذا بحال هكا، كتكون بيضه وكتكون عليها واحد القشره كحله. هذيك القشره خاصها تحيد، تكب عليها الماء الطايب، نكب عليها الماء الطايب باش نحيد ديك القشره بها. هذيك القشره ما صحيه، خاصها تحيد كامل القشره حتى تبقى كلشي بيضه. ومن بعد نطحن. كيف غادي تتبعوا معايا المراحل بحال غادي ديروا هذه الوصفه هذه وتبعوا معايا المراحل ديالها ان شاء الله. ونتمنى تعجبكم على حساب اللي كلها اللي باغيها، بحال شي اللي بغى القدر اللي بغى هو. وكاين اللي كيدير معاها كاع واحد الكوزه، اللي بغى اللي ما بغى بلاش خليه غير هكا، يدير غير تريال وحدها والعسل والسمن وكتصدق مزيانه. واش غتجربوها غادي تشوفوا ان شاء الله غادي تعالجكم من البرد. بعد اللي كندير عليها واحد، كندير الماء طايب، كندير الماء قرج حتى يسخن مزيان ونكب عليها الماء طايب باش تسلق، باش نحيد من هذيك. كيف غادي نوريكم غادي نحيد من هذيك القشره كحله. الماء راه طايب سخون. ومن بعد ملي نكب عليها الماء نخليها واحد 10 دقائق، 10 دقائق الى تقريبا ربع ساعه. هي دابا نحيد لها دابا القشره سخونه، محده باقي سخونه كتحيد القشره ديالها محده سخونه. هذيك القشره خاصها تحيد، ما تبقى فيها تقعد كلشي بيضاء. كملتها تبقى في هذا الشكل هذا، تبقى كلشي بيضاء باش تعود نقيه ونقطع. كنقيها مزيان في نفس الوقت، نقيها مزيان ما نخلي فيها داك الشيء كامل، تحيد منها لان كتكون فيها التراب ويكون فيها بحال هادشي درك ها هو تحيد منها ما يبقى. وملي كيف قلت لكم ملي كملتها نديرها في شي زيف، نحطها في شي منديل حتى تنشف مزيان ولا شي فوطه حتى تمس من داك الماء كامل عاد باش ما نديرها في الزيت وهي راغنه. خاصها تنشف مزيان ياك تجي في الزيت. وعلى ما نكون انا موجده مقله ندير فيها شويه ديال الزيت، شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال الزيت مخلطه، زيت روميه وشويه من زيت البلديه، ونديرها في المقله ونبقى نحركها مزيان باش ما تنحرق. خاصها ما تحرق، تولي غير اللون ديالها يولي اللون بني باش ما الا انحرقت ما تلا عندها مفعول، صافي مشى مفعولها. غادي نبقى نحركها شويه بشويه تتحرك حتى تحمر شويه. والزيت ما تكون الزيت كثيره، شويه ديال الزيت، ما تكونش كثيره الزيت بزاف.
نبقى نحركها على هذا بحال هكا، تحرك. وراه عيني دابا منين قليتها مزيان في الزيت وطحنتها حتى ولات في هذا الشكل هذا، وغربلتها مزيان. شتي اللون ديالها بحال الجا، ما جاتش محروقه، ما جات هي جات في القياس، جات محمره بحال الانسان كتحمري شي زرارة ولا شي حاجه، غير ما تنحرق، حتى ولات على هذا الشكل. هذا اللون ديالها اللي عطاتني هو هذا. طحنتها مزيان في المهراز ولا في ولات في هذا الشكل بحال هكا، تولي شويه محصوقه، ما تعود مولي حارشه بزاف. ومن بعد منين طحنتها مزيان وجبت هذا السمن، كيف قلت لكم هذا السمن ديال الماعز راه زين صحي، زين في الصحه وزين في كل شيء. الواحد الا لقى السمن ديال الماعز راه زين، الا ما لقاه يدير شي سمن اخر ديال اللي موجود عندكم. وحنا حنا عندنا هنا موجود السمن ديال الماعز فيه الدواء زين. هذا القدر اللي عندي انا ديال هذا السمن والعسل ندير كوتشاره عامره من هاد الترياله هذه اللي كيف شفتوا معايا المراحل. قليتها في الزيت وطحنتها مزيان وغربلتها وخلطتها مع، درت تمن كوتشارتين من السمن وجوج كوتشارات من العسل الحر. اللي عنده متوفر العسل الحر، اللي ما عنده يدير شي العسل اللي هو موجود عنده. على ناس كيديروها مع العسل والسمن راهي زينه باش داك المذاق ديالها باش ما يعطل عليه، باش داك العسل والسمن كيدوزها، وزينه في قندي وزينه في كل شيء. شحال درت معاه دابا عندي هذا القدر اللي عندي انا من هذا السمن، ندير معاه كوتشاره كيف قلت لكم، ما تكثروا مالي بزاف. وهذا الخليط اللي خلطت انا مع هذه الكوتشاره ديالها، ملي نخلطها مزيان نديرها فشي قرعه ديال الدجاج ولا شي، ونخليها حتى تكمل عندي هذه الكميه اللي عندي واجده. ومن بعد ندير مولي نزيد واحده اخرى الا بغيت. وهذا الشيء اللي شاط ما كتخسر، نديرها غير شي ميكه ولا شي قرعه ديال الدجاج ونحتفظ به الى مره ثانيه حتى يكمل عندي هذا الخليط هذا. من بعد مولي ندير واحده اخرى، لانه الا درتها كثيره كاين اللي ما كيستعملها بزاف لا تخسر ولا شي حاجه، هي ما كيخسر عليها والو، فيها السمن والعسل ما كتخسر، واخا تفوت عندك اللي فوتت. غير هي مزيانه الانسان يستعملها من الليل هي خاصها تخلط مزيان، غنخلطها حتى تعود على هذا الشكل هذا. هاي كيف شفتوا معايا تبقى في هذا الشكل هكا. علاش ديك الساعه الناس سموها اللحسه، هذا هي اللحسه الاولى اللي كانوا الناس يستعملوا، كتجي سائله بهذا الشكل. وهي راهي الانسان الا جربها راهي زينه وساهله مولي في نفس الوقت، ما فيها شي حاجه واعره. تقدي توجديها في شي ربع ساعه، تقدي توجديها في بلاصه سهله. وها هي الوصفه ديالنا وجدت، ونتمنى منكم تجربوها ان شاء الله وتنفعكم. وراه الانسان اللي تبع معايا هاد المراحل غادي يطبقها مزيان، غير داكشي اللي الانسان يدير الفيديو ويتبع المراحل مع الفيديو. وهذا الشيء اللي شاطنا ديال التريال كيف قلت لكم، احتفظوا بها في شي قرعه ديال الدجاج ولا شي ميكه باش ما تخسر. وهذه الوصفه هي ديالنا اليوم ان شاء الله. نتمنى من هذا الفيديو ينال اعجابكم ان شاء الله، ودخلوا عندنا القناه وديروا لنا الاشتراك. والله يجازيكم بخير وعلى خير ان شاء الله، ونتلاقاو معكم فيديو جديد. ومرحبا بكم.